أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. الثانوية العامة يا عزيزي رعب المصريين. في الفترة دي يا عزيزي من كل سنة ومع ظهور نتيجة الثانوية العامة بنبدأ نسمع عن حالات وفاة طلبة كتير، منهم اللي مات بسكتة قلبية ومنهم اللي انتحر لا قدر الله وحاجات تانية كتير. ده خلانا نسأل سؤال مهم جدا: هل الثانوية العامة سنة بتموت؟ أو بشكل تاني، هل سنة دراسية بمذاكرة ومروح دروس وامتحانات وحاجات زي كده ممكن تعمل ضرر بالغ على صحة الإنسان فعلا؟ هل الصحة النفسية والعصبية ممكن تضر بشكل واضح وصريح الصحة الجسدية وتؤدي الأمراض؟ وعشان أجاوبك على السؤال ده فأنا دلوقتي هاخدك معايا لرحلة طالب في ثانوية عامة ابتدى دروس من شهر 8 لحد ما امتحن في شهر 7. في أول السنة الطالب بيبقى محطوط تحت ضغط الدروس وإنه يحجز دروس وإنه يبدأ يفاضل بين المدرسين، والمدرس ده كويس والمدرس ده أنا أفهم منه والمدرس ده لأ. وبعد كده بعد ما بيختار المدرس بيخش تحت الضغط التاني، هو امتحان كل حصة وهل هو هيجيب درجة كويسة ولا درجة عالية ولا لأ. وبعد كده بيخلص امتحان كل حصة ويبدأ يتحط تحت ضغط امتحان شامل على كل ما سبق وانه عايز يجي يحقق فيه على نتيجة. وتفضل السنة ماشي على هذا المنوال، ضغط في كل مادة وضغط امتحان، وده نوع من انواع ضغط كتير. الضغط التاني هو الضغط الأسري، والضغط اللي الأسرة بتبقى بنياه ابنها اللي هو في الحالة دي الطالب، وإن هي عايزاه ينجح ويشرفهم ويخش كلية كويسة جدا عشان خاطر مستقبله. الضغط الثالث هو ضغط داخلي نابع من الطالب نفسه، إنه عايز ينجح ويجيب مجموع كبير عشان يعوض أهله اللي في الغالب بيصرفوا دم قلبهم عليه عشان ينجح، وخوفه من المستقبل. الضغط الرابع بقى عزيزي وهو ضغط المجتمع، اللي بيبقى باصص لطالب الثانوية العامة ومنتظر ومترقب هيجيب كام، حتى لو هم ملهمش علاقة مباشرة بيه أساسا. كل الضغوط دي يا عزيزي بتتجمع على طالب الثانوية العامة، وكل ده كوم، وضغط النتيجة بيكون كوم تاني خالص. الطالب اللي اجتهد وذاكر قاعد دلوقتي مستني ومترقب، هل النتيجة اللي هو عايزها وبيحلم بيها مكتوبة فعلا من نصيبه، ولا القدر ليه كلام تاني؟ الطالب دلوقتي قاعد ومترقب جدا النتيجة، وانا طبعا يا عزيزي عارف ان في احتمالين: طالب جاب نتيجة وطالع مبسوط وهنقول له الف مبروك، وكده كده هيكون في طالب ما حلفوش الحظ او التوفيق وما حققش اللي هو عايزه. المهم بقى بالنسبة لنا دلوقتي يا عزيزي هو الضغط. اللي انا عايز اوضحه لك بقى دلوقتي يا عزيزي هو ازاي جسمك بيتعامل مع الضغط، او ليه الضغط ممكن يوصلنا في الاخر لا قدر الله لانتحار او حاجة زي كده، او لمرض لا قدر الله. في حالة الضغط يا عزيزي الجسم بيتعامل معاه في صورة تهديد، وبيبدأ انه يطلع هرمونات زي الكورتيزون والادرينالين عشان تساعده انه يتعامل مع الضغط. الهرمونات دي يا عزيزي بتزود ضربات القلب وبتضعف المناعة وبتراكم مية تحت الجلد وبتقلل القدرة على التركيز وتحصيل المعلومات اللي هي اساسا اهم حاجة لطالب الثانوية العامة. ومع استمرار الضغط ده يا عزيزي والفترات طويلة ممكن الطالب يحصل عنده حاجات كتير جدا. في طلبة كتير بيجي لهم نوبات هلع او بانيك اتاكس وبيطلعوا يجوا لجان الامتحان، وفي اهل وطلبة بيصابوا بامراض مزمنة زي الضغط والسكر نتيجة الضغط اللي ممكن يقع عليهم. والحاجات دي يا عزيزي موجودة بتحصل، واللي احنا بنسمع عنه في الاعلام كتير والميديا هو الطالب اللي انتحر او الطالب اللي جاله سكتة قلبية من كتر الضغط النفسي والعصبي اللي هو تعرض له. والضغط النفسي والعصبي يا عزيزي فعلا بيعمل الحاجات دي، يعني هو فعلا بيعمل امراض مزمنة. الضغط النفسي والعصبي ممكن فعلا يعمل سكتة قلبية عادي، وخصوصا لو بصورة مستمرة. طب ايه الحل يا طبيب؟ ايه الحل اللي يخلي الطالب يحصل اكتر وفي نفس الوقت يطلعه من دايرة الضغط دي؟ الحل يا عزيزي بيجي بتعاون الاطراف، بمعنى الطالب لازم ما يوترش اهله ويذاكر كويس،
والاهل ما ينفعش يوتروا الطالب ويحطوه في ضغوط ومقارنات مع ابن عمته ولا ابن خالته. ولو انت فاكر يا عزيزي انك كل ما تضغط ابنك او تحطه في مقارنات مع حد ان ده هيزود من قدرته على المذاكرة او هيزود من سعيه او تحصيله، فانت غلطان خالص. كل ما تحط طالب مجتهد في مقارنة مع حد ده هيمثل ضغط وعبء كبير عليه، وكل ما الضغط ما بيزيد كل ما قدرة الطالب على التحصيل برضه هتقل. الكيرف ما بين الاتنين او العلاقة ما بين الاتنين علاقة عكسية بشكل واضح وصريح. فانت تكون ناجح في ادارة الملف او في ادارة موقف الثانوية العامة، تكون ناجح بانك تقلل الضغط عن ابنك. كل ما تقلل الضغط عن ابنك كل ما تحصيله يزيد، وكل ما فرصة ان هو يجيب مجموع اكبر برضه بتزيد. وتساعده انه يظبط نومه ويحسن من جودته، اظبط له مواعيد نوم، وما تخليش حبك ليه ينعكس عليه بالسلب. خلي حبك ليه ينعكس عليه بالايجاب، ان انت دايما بتحاول تحافظ عليه وانك دايما هتفضل تحبه. وبكده يا عزيزي تبقى انت كسبت كل حاجة. كسبت صحة ابنك، وكسبت برضه قدراته الكاملة على التحصيل والاستمرارية طول السنة. يعني ضمنت ان ابنك مش هيجي في النص ويقع من كتر الضغط وما يقدرش يواصل. الثانوية العامة يا عزيزي على الرغم من ان هي سنة مهمة جدا وفعلا بتحدد اوقات مصير الطالب، الا انها مش نهاية لأي حاجة خالص. بالعكس، دي بتكون بداية لحياة تانية ممكن انت ما تكونش توقعتها، وغالبا او بنسبة كبيرة بتكون احسن بكتير من اللي انت توقعته واللي انت بنيه في دماغك. وما تنساش برضو يا عزيزي ان استمرارية السعي لا تعني حتمية الوصول بالضرورة. ممكن كل الظروف تكون مهيئة وانت تكون ذاكرت وعملت اللي عليك، ولكن ربنا مش عايز ده. وربنا دايما يعرف عننا اللي احنا ما نعرفوش حتى عن نفسنا. فإياك يا عزيزي حتى لو انت تحت ضغوط كبيرة او غيره تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بينا، فما تقسوش انت على نفسك. ولازم الاب او الام يفهموا ان طالما ان ابنهم عمل اللي عليه فهو غير مسؤول عن اي حاجة ليها علاقة بالنتيجة. طالما عمل اللي عليه فهو من حقه اننا نكافئه بغض النظر عن النتيجة. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم.